السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. خوتنا قبل ما نبداو دعمونا باللايك بقوه. علاه رانا ديما نقول لكم دعمونا باللايك؟ كي تكثروا لنا اللايك الفيديو ينتشر. دير لايك ماك خاسر والو، 10000 لايك 100000 لايك يا خويا، ديروا الولد بلا داك اللايك. وما تنساوش تشتركوا لنا في القناه باش تكبر ان شاء الله القناه وندافعوا على الجزائر بطريقتنا الخاصه، ودعموا القنوات تاع ولاد بلادكم. باش ما نطولش على خوتي، اليوم جبت لكم فيديو مهم جدا، تبعوا معنا الفيديو الى الاخير. هذا الفيديو كما راكم تشوفوا معنا في الصوره، هذا الناشط السياسي البرتوشي اللي يسموه حميد شباط ولا شوباط، شخصيه مروكيه، هو الامين العام لحزب الاستقلال في المروك. قال الحقيقه في نظام البرتوش، وخاصه في عمالته لفرنسا وارتباطه بفرنسا الى غايه 2070 الى ما لا نهايه. تابعوا معنا واش قال هذا اللي هو امين عام لحزب الاستقلال في تلك الفتره. شوفوا شقال على فرنسا. لان لا تبعتوا غادي نقولها لكم جوج دقائق. مفاوضات اكس ليبان راه مازال المؤرخين المغاربه ما رجعولاش كثير، لان خصوصا ان الافواه مكمومه، ممنوع اللي يهضر في التاريخ، والتاريخ راه مهم بالنسبه الينا لاننا نستفيد منه. ها هو قالها الامين العام تاع الحزب، مش احنا رانا نقولوا، مش الجزائريين. قال لك الافواه مكمومه، ما خلاوهمش يهضروا على هذيك المفاوضات تاع اكس ليبان والمعاهده. تبعوا الفيديو. هذه المفاوضات أريد لها أن تكون مفاوضات من أجل فريق واحد وليس للمغاربة ككل، ولهذا قبل ما ناخذ الاستقلال ديالنا اللي كان عندنا فيه خلاف، راه مازال ما استقلنا، لا زلنا ولا زالت أراضينا مغتصبة. راهو اعترف هذا شخصية مروكية وكان أمين عام لحزب، قال لك ما زالت أرضنا مغتصبة. على بالي بلي هو يمعني على بزاف أشياء، ولكن يعترف أنهم ما زالوا تحت الاحتلال الفرنسي في معاهدة إكس ليبان إلى غاية يومنا هذا. هؤلاء هم أبناء فرنسا. كملوا معنا الفيديو. وحتى الشعب المغربي لا زال مغتصبا حتى هو. الحمد لله قالها فمه، قال أن الشعب المغربي ما زال مغتصبا، وقال الحقيقة، يعني لم يقل شيء جديد. هذا سياسي مروكي بس تعرفوا، وهما ما يبغوش يعترفوا. تضمنت معاهدة إكس ليبان لرفع الحماية الفرنسية عن المغرب أهم بند فيها الاستقلال شريطة التبعية في كل المجالات. لا نريد الانفصال عن فرنسا، وندعم استقلالا داخل الترابط، ونسعى لخلق نخبة فرانكو مغربية. كما سمعتوا خوتي، قال أنه منح لهم الاستقلال ولكن شريطة أن لا تنفصل المروك عن فرنسا. بس تعرفوا خوتي أن هذا النظام البرتوش نظام مرتبط بعمالته لفرنسا. وكي تسمعوا تقولوا هذوك اللي هم جايبينهم، يعني مسمينهم دكاتره، تراكتورات نظام المخزن، اي حاجه يلصقوها في الجزائر هي فيهم. هم يستعملوا سياسه الكذب باش يرسخوا الافكار على الجزائريين. الجموا البارطاج خوتي واشتركوا في القناه. الى فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.